هشرح طريقة البحث العلمي في مثل من أول الافتراض لحد الإثبات لو كان صح أو غلط وبنعرف إزاي. طيب إيه بقى الموضوع هيمشي إزاي؟ بص أنا فتحت تشات جي بي تي رحت سأله هل في حضارات قديمة كان عندها المعلومات دي ما كانش ينفع يعرفوها في الزمن بتاعهم؟ فلقيته بيرد عليا بيقول لي اللي هم إيه السوميريانز والماينز. هل في حضارات تانية؟ الباقي ما كانش قوي يعني الصراحة. الهنود اخترعوا الصفر ده يعني دي اختراعات، لكن اللي هو اجمع عليهم يعني فعلا الماينز والسوميريانز دول من 2500 سنه ومن 3500 سنه. قلت له طب ايه العلوم بقى اللي كانت عندهم؟ يعني فيزياء بقى وكيمياء واحياء بقى وكلام من ده. قال لي لا 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 خالص، استرولوجي فلك. قال لي قلت له طب ممكن تبقى صدفه محطوطه وظبطت ولا الكلام ميتافور مثلا ولا حاجه؟ قال لي لا لا لا، الناس حاطين الخسوف، حاطين المواعيد بالظبط، حاطين كل الحاجات بكالندر واضحه وصريحه. قلت له طب هم ايه الحاجات اللي كانوا محتاجينها في الزمن ده عشان يقدروا يشوفوا الحاجات دي؟ هل هم محتاجين بس التلسكوب ولا محتاجين كمبيوترات بقى تحسب وحاجات تحلل والكلام ده كله؟ قال لي لا لا ما كانوش محتاجين اي حاجه غير التلسكوب. طيب قلت له طيب انا هسالك سؤال كهايبوثيسز وتعالى نشوف بقى معاه هل ده صح ولا غلط. يعني ايه هايبوثيسز؟ يعني افتراض. يعني انا هعمل افتراض، الافتراض ده مش لازم يبقى صح بس احنا نقدر نشوف اذا كان صح ولا غلط. هي دي طريقه البحث العلمي. اوكي طيب فقلت له ايه الافتراض؟ قلت له هل لو افترضنا ان الناس اطول هل هيقدروا يشوفوا الحاجات دي؟ فيعني ايه الكلام ده؟ طيب دلوقتي انا كبني ادم المتوسط بتاع طولنا 170 180 سم، في ناس اطول في ناس اقصر بس بنتكلم في الرينج ده. طيب فعينيك ليها حجم معين upper bound و lower bound، برضو عينيك بتكبر وتصغر، ففي ناس بتشوف ابعد من الناس بحاجه بسيطه وفي ناس بتشوف اقل من الناس بحاجه بسيطه. ده في البعد. طيب بس لو البني ادم طويل قوي عينيه هتبقى اكبر، واحنا عارفين الناس بتشوف ازاي بكميه الضوء اللي بتخش العين فيقدر يشوف مسافه اعلى. فهل لو البني ادم في الزمن ده كان اطول هيشوف العلم ده ولا لا؟ فلقيته بيقول لي الصراحه حلوه منك عجبتني ان هو رد عليا بالطريقه دي. فراح قال لي لو الناس فوق ال 8 متر وعملنا حسبه، الحسبه هتلاقوها برضو في المصادر، الحسبه ان لو البني ادم بالحجم ده هيتضرب في 4 مرات تقريبا. يعني عشان يبقى فوق ال 8 متر، من اول 8 متر وانت طالع هتقدر تشوف كل العلم بتاع السوميريانز او الماينز وتقدر تكتبه اكنه بالنسبه لك زي ما احنا شايفين الشمس بتطلع منين والقمر بيطلع ازاي والشمس بتغرب منين زي ما احنا شايفينها. قلت له طيب معلش انا عاوز اكد. قلت له لو دلوقتي البني ادم بحجمه الطبيعي في العالم قسمناه على 6 هل هيقدر يشوف الشمس والقمر والكلام ده؟ فلقيته بيقول لي لا. قال لي بس بص، في معلومات لازم تبقى واخد بالك منها. لغايه اللحظه اللي احنا فيها مفيش تسجيل حفري واحد لبني ادم فوق اسمه ايه ده، فوق اللي هو الحاجات الطبيعيه. مفيش حاجه 8 متر، مفيش حاجه 9 متر. قلت له بس انا شفت صور وقال لي الكلام ده كله مش صح، وجاب لي ريفرنسز مفيش حاجه بتقول علميه ان في هياكل عظميه طويله. فقال لي دي نقطه مش في صالحك. اوكي ليه؟ لان لو كان في كنا هنلاقي. طيب قال لي تاني حاجه، على الاقل كنا هنلاقي الحاجات اللي بيستخدموها كاحجام كبيره كجاينتس، لازم نلاقي مثلا ايه بلطه كبيره نلاقي يعني طبق كبير، ما ده برضو عقل. فالصراحه فقال لي بص انا معاك كلوجيك ان هم لو كانوا اكبر كانوا هيقدروا يشوفوا، وده مش هيبقى ساعتها معجزه خالص، مش عادي. ده بالنسبه له بيقول الشمس والقمر وهو شايف الخسوف هيجي امتى اصلا من قبلها بفتره. ليه؟ عشان هو اكبر يقدر يشوف. طيب هل كده انا اثبت الماينز والسوميريانز عرفوا علمهم منين؟ لا، انا عملت هايبوثيسز. الهايبوثيسز دي لغايه لما يلاقوا حفريه بواحد فوق طوله 8 متر يبقى دي مجرد يعني ممكن نقول ايه نخعه، يعني عارف اقول فاتيه زرطه احتماليه بس ايه مش قويه خالص. طب لقوا، تعالى نتكلم ان هي لسه ما بقتش حقيقه. يعني ايه؟ عشان بس ما تستبقش الاحداث لازم تشوف الفوسيلز دي اللي هيلاقوها عمرها كام سنه، بقالها قد ايه، الحاجات دي كلها. ليه؟ لان انت برضو لو بصيت ان لو البني ادم فوق ال4 متر بنفس الهيئه اللي هو عليها دي مش هيقدر اساسا يعيش، هيكرمبل فوق نفسه، لان عملت حسابات ان لو البني ادم 8 متر مش هيقدر يعيش. فلازم ساعتها يكون الاتموسفير نفسه اقل عشان يقلعوا ان البني ادمين تطول للحته دي. فسالته برضو هل في حاجه بتقول ان الغلاف الجوي كان اضعف في الوقت ده؟ بيقول لي في علماء بتقول ان الغلاف الجوي كان في اضعف في الوقت ده، بس صراحه انا مش عارف اذا كان ده صح ولا غلط برضه. ليه؟ لان دي بالنسبه له هو نفسه قال لي المعلومه دي مش مؤكده والمصادر بتاعتها مش قويه فما تعتمدش عليها، لان ده من 3500 سنه فما عندناش لسه معلومات ايه نقدر نحسبها بالظبط.
فهل انا اثبتت حاجه؟ لا خالص، بس وريتك ازاي تفكر في اي موضوع عشان تبقى عارف انت وصلت لغايه فين وهتكمل من هنا. لو حصل ايه تعرف ايه، لو في حاجه فكره جات لك جديده عشان ندور بيها يلا بينا ندور مع بعض. فده اللي انا بحاول افهمه. البحث العلمي مش مجرد ان انا بقول يبقى في aliens، يبقى في ناس وسطنا بس بيتحولوا، يبقى في ناس ورا الانتاركتيكا. ده مش علم. لكن لما تبتدي تفكر بعلم هتوصل لحاجه ممكن توصلك لعلم بجد، ان انت تطلع حاجه. هو ده وجهه نظري. يعني انا هنا في الفيديو ده انا ما اكتشفتش حاجه، مش بقول لك انا مش بقول لك اي معلومات، ولا بقول لك انا عرفت الماينز عرفوا الحاجات دي منين. انا مجرد بقول لك ده استنباط، ده طريقه تفكير. هل هي صح هل هي غلط؟ محدش يعرف. غالبا بالنسبه لي انا شايفها غلط. ليه؟ لان ازاي كانوا فوق ال4 متر و5 متر وعايشين؟ لان اي بني ادم او اي حد حي عظمه مش هيستحمل، لازم العظم يتغير في البون دنسيتي، فساعتها كانوا هيبقوا اضعف وعظمهم هيبقى بريتل، يعني لو عملت له كده هيتكسر. وده مش حاجه طبيعيه برضو، يعني اكيد مش هم بالحجم ده وبالضعف ده. فانا مش عارف ايه يعني محتاج لسه اعمل further research. anyway لو حد عنده راي يقول لي.